السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. إذا أول مرة تزور قناتي اسمح لي أرحب فيك. أنا علي سليمان، وفكرة القناة هي اللي أحاول أقرب لك قدر المستطاع شكل الحياة والمعيشة في المغرب، سياحيا ثقافيا واجتماعيا وتجاريا. إذا كنت مهتم بالمحتوى شرف لي بالضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس. صلي على محمد ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المعذرة طولت ما نزلت فيديو. بصور لكم اليوم إن شاء الله سوق الخضار، أسعار الخضار، أسعار الدجاج، أسعار اللحم، ويعني المنتجات أو المقاضي الأساسية. طبعا غير المقاضي حقت البقالة صورناها قبل كذا، لكن المقاضي اللي هي الخضرة والدجاج واللحوم إن شاء الله. مع أنه فصل الشتاء على النهاية تقريبا، لكن لا زالت الأجواء باردة. يلا خلوكم معاي ويلا نتمشى. مع اقتراب شهر رمضان الكريم خلونا ناخذ فكرة عن أسعار اللحوم والخضار في المغرب. حنبدأ أولا بأسعار اللحم، وبعدين ننطلق للسوق المركزي عشان ناخذ جولة ونستطلع عن أسعار الخضار والدجاج. جودة 15 الجزار ديالنا انا ولما ندور الجزار ديالي وليدات السول تيخرجوا العقول. وييه. تيك توك ديروا ابو ريماس، ابو تعرفوا عين ريماس. المكان، تعرفوا كل شيء. يا سلام يا الله سلام. سيدي. وشحال الثمن عندك؟ 75 درهم انا هاد العجل 75 درهم. انا 75 درهم انا يا 15 100 انا 15 ريال. انا تبارك الله. انت راه تاخذ عندنا ديما واه ضروري. الصوصيط قبيده الصوصيط راه هو الكبده. حيمة الراس راه هما. الهبره شحال؟ ها الحيمة الراس ها هو. ها لحمه الراس شحال؟ لحمه الراس 16 100 درهم 65 درهم 65 درهم لحمه الراس. 65 درهم. والهبره والهبره نعت لهم لوكاليزاسيون حي الفروقي امام جامع محمد السادس. امام جامع محمد ساوى. تقرا الفوق مزرة بوعبيد فوق المحل تقرا مزرة واقع بوعبيد. نصورها صافي ان شاء الله. هذا الغلبي كاين الغلبي ولا ما كاينش؟ الغلمي سنه غدا يكون ان شاء الله. 90 درهم الغلمي. 90 درهم الكيلو. طيبها فوق طيبات. مع البصل هذاك الشيء مع لحم الغنم 90 درهم الكيلو. والبقري شحال؟ البقري 75 درهم. 75 درهم اللحم البقر. بارك الله فيك. اللحم زوين عندك تبارك الله. عندي انت راك الكليان ديالي. بارك. الصوصيط شحال الصوصيط؟ صوصيت 85 درهم. واو. الحم الراس لحم الراس الحم الراس لا صغامي ده 60 درهم الكيلو. الحم العزل بارك الله. بعد ما أخذنا لمحة عن أسعار اللحوم خلونا ننطلق للسوق المركزي وناخذ فكرة عن أسعار الخضار وأيضا الدجاج.
وصلت أول محل. أنا استفسرت من البائع طبعا عن أسعار الخضار الأساسية، لكن لأن الصوت ما كان واضح نكتفي عند هذا البائع بالمشاهدة، وننطلق لبائع آخر إن شاء الله ناخذ الأسعار منه. طبعا المغرب تمتاز حقيقة بوفرة كبيرة في الخضار والفواكه، وتتميز بالزراعة بشكل عام، وتصدر العديد من أنواع الخضار والفواكه لخارج المغرب، للدول الأوروبية وأيضا الدول العربية. بيت عندكم هذه ها؟ هذه القرعه. القرعة شحال دايرة؟ كنقولوا لها قرعه كورجيت. قرعة كورجيت وشحال دايرة؟ هذه كاينه 8 دراهم وكاينه 8 دراهم 6 دراهم. 6 دراهم. نعم. والدنجال؟ الباذنجان الأسود 7 دراهم. الباذنجان الأسود 4 7 6 على حسب. المطيشة؟ مطيشه 6 6 دراهم المطيشة. طماطم. خيار 8 دراهم. الفلفل الحار هذا كل شيء حار ياك؟ لا فلفل حلو. شحال الفلفل حلو؟ بحال 7. البطاطا 4 دراهم. البطاطا 4 دراهم. والخز 6 والجزر 6 دراهم. هو البكر. هذا القوق كتقشر بحال كتحيدو كيتقشر كيتنقى مزيان وكدير كتحطيه في الطاجين. كيطيبوا يعني بحال ماشي مرقه ولا كيدار مع المرقه. مرقه كيطرطيه هو مع اللحم يطيب معاه كلشي. قوق سميتو ياك؟ فوق مادام تعرفوا دابا ملي لا عارف. تعرفوا الديلات تعرفوا الفول بالشلحه كيقولوا الباو. يباو بالشلحه اللي هي امازيغ ياك؟ امازيغ. امازيغ الشلحه كيقولوا يباو. باو. وبالعربيه كيقولوا الفول. واحنا هناك يعني هو كاين، لكن ما كيكونش هكا، كيكون قراعي العلب. لا هذا طازه يعني طبيعي. لا طبيعي هذا من الجردان جاو هذيك الجلبانه. الجلبانه. وهذا كيتاكل كديروا مرقه انتم؟ هذا الفول الطبيعي. هذا الفول طبعا هنا في المغرب الفول عادة ياكلوه يعني مع المرق. طبعا يكون طبيعي مثل الظاهر عندكم في الكاميرا ولا لا؟ ولا والو ما كاينش لا. كيف ياكلوه مع المرق؟ مع المرق سواء المرق دجاج ولا لحم. يحطوا الفول. طبعا الفول يكون طبيعي زي كذا يعني ما يكون في العلب عادة في المغرب. معاها ندير لك الخليكات ونبرعك حشيش المهم ماشي شغلك. هاد شي تاع واحد دور لي التليفون ماشي شغلك. تبارك الله عليك الحاج. والبصله شحال البصله عندك؟
8 دراهم البصل. البصل 8 دراهم. طيب ايش باقي؟ يعني تقريبا هذه الاساسيات، لكن بناخذ لفه كمان ان شاء الله كذا في نسأل على بعض الاشياء اللي مو موجوده هنا. طبعا سألنا عن البطاطس، الطماطم، الخيار، البصل، الليمون اللي هو الحامض هنا يقولوا له. اغلب الاشياء تقريبا الاساسيه. الزهره شو يقولوا لها؟ هذا الفول. هذا الجبانة. هذه الجلبانه مش الفول. هذا الفول. ايوه قرب 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 الكاميرا شوف. هذه الجلبانه، هذا الفول طبعا ياكلوه هنا كذا طبيعي. هكا كي تاكل هكا. هذا الفول. بسم الله. بسم الله نجرب. هذا. حلو. هذه الجلبانه. هذا حلوة. أنا نكون في السعودية ما نمشيش أنا. نكون في السعودية. أحلى. بقات مثلا. يا سبحان الله. هنا بلاد الخير لا هنا الخير ولا لا؟ هنا الطبيعة زوينة. الزيتون. وش حلك أنت دائما طيب خدام هنا في تجارة الخضرة مال. أنت خدام فيها من زمان؟ أنا كنت فيها من زمان. كي دايرة يعني وش يعني زعما مزيان التجارة ديال الخضرة البيع والشراء. مزيانة التجارة. قبيله شنو قلتي؟ قلتي لي الإنسان المؤمن. صحيح. كان الصبر. صحيح. الشيء اللي كان صعب في الإنسان مصفي. وقال ذكر رزق الله على ربه. خرجت وإلا ما كانش خالع. واخا يكون صح. الإنسان تجمع ربي رزقك بهذيك يجيب لك ربك يعطيك الرزق. الحمد لله. يعطيك ربي الرزق ديالك اللي في الآخر يجعل لك فيه البركة. البركة هي أهل. ربي إذا يبارك. ربي رزقك البركة واخا يكون قليل. وخات شكون سبحان الله غادي يقدك الحمد عاد ترى دير له بحالك يجيب لك. وي ولا ما كانش البركة واخا تكون خدام بالذهب. كاينه تحت. صحيح. يا نسأل الله التوفيق. الله يسر. يا ما قلت لي الزهرة هذيك ايش كتسموها هنا؟ انا زهره هذيك اللي هذيك لها لا هذه اللي سويتها بالله. هذه اللي بيضاء. اييه هذاك الشيفرون شوف شحال داير؟ حتى هو يتبع واحد داير 7 دراهم كيلو. 6 7 7 دراهم من الشفلور. كان مزيان كان لا مزيان. مزيان 7 كان شويه 6 كان شويه حتى 5. هذا كلشي كيطيب هذيك في المرة. تشرفين سي عبد الرحمن. شرفينا السي وان شاء الله كل ما ندوز هنايا ندوز عندك ان شاء الله. لو غير اللي تقضي شي حاجه ندير عندك ان شاء الله. نجي نشوفوا هذه الباربة. باربا. هذه كدار خضره وكدار عصير. عصير وكندير شلاضه. شلاضه السلطه. وشحال دايره الباربا؟ حتى هي بحال حتى هي 6 درهم. مزيان تعجبني الباربا في العصير. اييه واعر. كتجيو على مع الليمون. وياه الليمون كتجي مزيان. شي حاجه نار. لا عرفتهم. ايوه هذه. هذا دابا كتنقى وكديرها عصير اما خضراء ولا عصير وياه. وسي عبد الرحمن شكرا. تندوز عليك ان شاء الله. على خير. الله يكرمك. مرحبا بارك بك الله. زورنا. ضروري. بارك الله. وصلت عند النعناع وكان لازم أوقف وآخذ بعض الأعشاب الخاصة بالشاي إضافة إلى النعناع بطبيعة الحال. مثل ما تعرفون المغاربة ما يشربون إلا الشاي الأخضر
أو ما يسمى بالأتاي، ويتم إضافة الأعشاب الخاصة اللي تعطي نكهة رائعة ومنعشة للشاي. ومن أشهر هذه الأعشاب اللي يتم إضافتها للشاي الأخضر النعناع، مرد الدوش، الفليو، الشيبة، العطيرشة، وقائمة طويلة لكنها رائعة وتستحق التجربة. لا بأس. كيف داير الأمور؟ مزيان؟ الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يكرمك. شحال الفلفل الحار؟ حارة 8 درهم. 8 دراهم الرابعة؟ لا رابعة 2 درهم. 2 دراهم. 8 دراهم الكيلو بالنسبة للفلفل الحار. والحامض الليمون؟ حامض 6 دراهم. 6 دراهم الليمون. المطيشة الصغيرة؟ ما 3 دراهم. صافي يعطيني رابعة ديال الحار. رابعة. أنا أخذت فلفل الحار رابعة اللي هو ربع كيلو، لأنه عندي لا زال عندي، بس يعجبني الفلفل الحار. السلام عليكم. لا بأس. هذه الزيتون. طبعا الزيتون في المغرب من الأساسيات، سواء في الطبخ ولا كذا يعني. رابعة الحار. أخذنا الفلفل الحار، خلونا ناخذ الآن جولة سريعة كذا داخل السوق، وبعدين نروح للقسم الخاص بالدجاج عشان ناخذ فكرة عن الأسعار. هذا الدجاج. طبعا في المغرب عادة الدجاج ما يكون مجمد، يكون طازة، يعني يذبح ويتغلف ويتباع بالكيلو. أيضا ممكن يتباع قطع مثل هذه اللي تشوفوه قدامكم. هذه قطع، تاخذ الجناح مثلا أو تاخذ صدور فقط مثلا، على حسب الرغبة. خلينا نسأل الكيلو الدجاج كم؟ السلام عليكم. شحال كيلو الدجاج؟ هذا 600. شحال؟ الحي 420. 420 دجاج 600، يعني شحال دجاج بالدرهم؟
هذا 30 درهم. 30 درهم الكيلو بالنسبة طبعا للمقطع. وهذا بحال هذا 21 درهم. 21 درهم الكيلو. الدجاج الكامل الكيلو ب21 درهم والمقطع ب30 درهم. تمام. طبعا على حسب الكيلو، لأنه في دجاجة تكون فيها كيلو ونص مثلا أو كيلوين. غالبا الدجاج هنا يكون كبير شوية، يكون كيلوين تقريبا أو كيلو ونص على الأقل. شكرا الله يكرمك. طبعا في الدجاج الكبير اللي هو يسموه البيبي هنا أو الديك الرومي. أخيرا وصلنا إلى نهاية جولتنا الاستطلاعية اللي أخذنا فيها فكرة عن الأسعار. لا تنسوا تتركوا لي أي استفسار أو سؤال في صندوق التعليقات. أيضا قولوا لنا كم الأسعار بالنسبة للمنتجات هذه اللي ذكرناها في المدينة أو في المنطقة اللي أنتم عايشين فيها. صلوا على محمد وفي أمان الله. إذا كنتم مهتمين بسماع معلومات عن المعيشة والحياة في المغرب، حكون سعيد لو ضغطتوا على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل شيء أول بأول.